اقترب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية وخوض تجربة مع النادي الأهلي عقب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين إدارتي الفريقين حول قيمة الصفقة بسحب ما أوردته وسائل إعلام أوروبية وسعودية. ويتجه نجم الخضر رياض محرز لمغادرة ناديه مانشستر سيتي نحو البطولة السعودية ضمن الصفقات التي تستهدفها الأندية في المملكة والخاصة بنجوم كرة القدم الأوروبية. فقد أكد رودي غاليتي الصحفي في شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن محرز توصل إلى اتفاق كامل مع أهل جدة، مضيفا بأن المفاوضات متواصلة الآن بين النادي السعودي ومانشستر سيتي حول قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن الحسم لا يزال غير قريب. وختم الصحفي البريطاني بالتأكيد على أن محرز مستعد تماما لخوض تجربة في الدوري السعودي وينتظر فقط الضوء الأخضر من إدارة السيتي. بدورها أشارت صحيفة الصن البريطانية إلى أن محرز سيرحل عن صفوف مانشستر سيتي بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع الفريق، حيث توج النجم الجزائري مع ب11 لقبا يأتي على رأسها الدوري الإنجليزي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، في تأكيد جديد على وجهته التي ستكون خارج أسوار صاحب الثلاثية التاريخية. من جانبها أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة العائد إلى دوري روشن حسم اتفاقه مع محرز، مؤكدة بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة منتظر في غضون الأيام المقبلة ليكون ضمن انتدابات الفريق الذي ضمن خدمات لاعبين مميزين وهما الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو. وكان رياض محرز انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة. السؤال المطروح: هل فاجئكم انتقال رياض محرز إلى الخليج؟ هل بإمكان محرز مواصلة التألق أم هي نهاية نجم الجزائر؟